تخيل كده المدرسة بتاعتك تكون عاملة مسابقة قتالية، والجايزة هي إنهم هيحققوا لك أي أمنية أنت بتتمناها. يا ترى هتتمنى إيه؟ ويا ترى أصلا هتعرف تكمل قتال في المسابقة ولا هتفلسع؟ ده اللي هنشوفه النهاردة. بس قبل ما نبدأ صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت جميل وتشترك في القناة. ويلا بينا. بتبتدي حكايتنا مع جين اللي بيفتكر آخر مرة شاف جده فيها قبل ما يسيبه ويمشي، وهو عمال يوصيه يركز في مستقبله وياخد باله من نفسه. وبيصحى جين من النوم وبيلاقي نفسه متأخر جدا عن المسابقة، فبيقوم يجهز في ثانية لثانية وبيطير. والمسابقة دي مسابقة قتالية بين كل المدارس وكل الطلبة بيشاركوا فيها، والجائزة بتاعتها بتبقى إنهم هيحققوا للكسبان أي أمنية هو بيتمناها. بيوصل جين لمكان المسابقة وبيتعرف على ميرا وهاندي، وبعد ما بيتعرفوا على بعض بينده المعلق على المتسابقين عشان يدخلوا يبدأوا المسابقة، وبيقول لهم إن الساعة اللي كل واحد فيكم لابسها دي هتعالجكم من أي إصابة هتتصابوها أثناء القتال. ويلا جهزونا يا أبطال، اعجنوا بعض والبقاء للأقوى. وبيبتدي الدور الأول من المسابقة، وده بيكون دور إقصاء، واللي يموت ما يزعلش. العيال بينزلوا دعك في بعض يمين في شمال وفين يوجعك، منهم اللي ماسك كتاب وعمال يدعك في العيال، ومنهم واحد حفيد بروسلي، وميرا بتلطش في العيال بالسيف، وهاندي بغمزة يوقع 5. أما جين بيرجم عليه شوية عيال كده علشان شايفينه سفيس وغلبان، لكن على مين؟ جين نزل دعك في العيال واحد واحد ومش بيرحم حد. وفجأة والمسابقة شغالة بيدخل متسابق تاني وبيعمل دخلة الأندرتيكر، وبيدخل غب دبل كيك بيشقلط العيال كلهم، ولكن شكله كده تنك قوي. البت ميرا بتقول ده كده زودها قوي، وبتهجم عليه بكل سرعة بالسيف بتاعها، بس الواد جامد بوفطيقة وبيتلاشى كل الضربات، وكمان بيمسك السيف بتاعها بصوابع رجله وبيتمنظر عليها. لكن فجأة جين السافل بيجي من وراه وبينزله البنطلون بتاعه ويقول له ايه ده؟ وانا اللي كنت فاكرك نينجا طلعت ترتر. الواد بيتعصب جدا، وهوب دبل كيك بينطر جين برجله لاخر الحلبة. بس الواد جين الصايع بيقدر انه يعلم عليه في رجله، وبيقوم يقول له ده احنا نلعب جد بقى، وبيطيروا على بعض في الهوا يكملوا مصارعة. وبعدها بنروح لمكان كده عامل زي المخابرات، وبيكونوا بيتناقشوا في حاجة مهمة. لكن فجأة الإنذار بيضرب وبيهجم على المكان واحد اسمه بارك، وشكله كده هيعمل عوق معاهم. وبنرجع للمسابقة بنلاقي إن جين وهو بيطير على الواد ميرا جت من وراه وكسرت له رقبته. يا بنت الغدار، بس الحمد لله هو عايش وبيردوا له رقبته على الباب. وبعد ما اليوم الأول من المسابقة بيخلص بيتمشى جين مع ميرا وهاندي، وبيبتدوا يتعرفوا على بعض أكتر ويقربوا من بعض. تاني يوم في المسابقة بيكون القتالات الفردية، وميرا وهاندي خلصوها في ثانية لثانية. وهم مريحين برا جين بيكون نايم، وبيجيله الواد التنك وبيقوله النهاردة أنا هعمل منك بطاطس محمرة. بس جين بيكون معوش فلوس يجيب جيتار، فبيعمل له موسيقى بأنفه كده وهو نايم. الواد حفيد بروسلي بيتدخل في الموضوع وبيقول للواد التنك قصدك يكون في الملعب يا نجم. بس الواد بيتعصب عليه وبيسقف على وشه برجله، بس جين بيلحقه في آخر لحظة وبيسنده ويقول له اثبت مكانك هنا عنوانك. الواد بيقدره ويشكره، وبيعدي الوقت ويجي ميعاد قتال الواد التنك مع حفيد بروسلي اللي لسه بيجهز نفسه. بيلاقي الواد التنك فك دراع من دراعاته وبينزل فيه دعك بغشومية كبيرة وبيكسر له عظمه. حفيد بروسلي وقع على الأرض ومش قادر يتحرك. الواد التنك نازل فيه ضرب وتأذيه، وهو بيفتكر الراجل اللي خده قبل كده وهو صغير وضربه، وبيكمل ضرب وبيقول له يستسلم. بس حفيد بروسلي بيقول له ده عندها. الواد التنك بيتعصب أكتر ويفك إيديه الاتنين ويبدأ يكسر في جسمه. بس في اللحظة دي جين مقدرش يستحمل وبيتدخل وبينزل دعك في الواد التنك وبيكسر بيه الحلبة. في الوقت ده الحكام بيتدخلوا ويوقفوا جين عشان يتدخل في مباراة مش بتاعته. بس وهما بيتكلموا بيلاقوا دخان اسود طالع من عند الواد التنك، وواضح كده انه بيمتلك قوة شيطانية. ايه قوة شيطانية دي؟ بيمتلك قوة شيطانية وبيبتدي يهاجم الكل. الحكام بيحاولوا يوقفوه، لكن جين بيتدخل تاني ويقول له انت لسه محرمتش، وبيعمل له الفينش وبيديله القضية ممكن وبيجيبه في شوال. الحكام والجمهور كلهم مصدومين، بس فجأة جين بيقع على الأرض وبيتكتف، واللي عمل كده الراجل اللي اسمه بارك، وبنعرف إن هو اللي منظم البطولة وأقوى واحد في المدينة. وبيقول له الجمهور إن جين انتهك القوانين وهيتحبس لحد ما نشوف هنعمل معاه إيه. وبيخرج جين والجمهور عمال يهتفلوا ومبسوط بيه، وشكله الظاهر هيلعب معاه.
بنروح للجنة الحكام اللي بيشوفوا هيعملوا ايه مع جين والواد التاني اللي نفسيته اتدمرت بعد العلقة اللي كلها وحفيد بروسلي اللي جسمه اتكسر، وبيقولوا انهم كده كده خلاص مش هيعرفوا يكملوا ولازم نطرد جين عشان هو السبب في اللي حصل. بارك كان بيسمع كلامهم وهو بيبص الملف جين، بس بيقف أول ما بيشوف اسم جده وبيتعرف عليه، فبيقرر إن جين يكمل في المسابقة، وبيروح له يقول له أنا هخليك تكمل في المسابقة بس بشرط إنك تلعب الراجل ده وتكسبه. جين بيقول له قشطة ياما جه زيه وأكبر منه، وقبل ما يروح بيديله بارك كيس فاكهة وبيقول له ياكلها، وبيرجع بارك للمساعدة بتاعته اللي بتقول له الواد ده ممكن يموت لو كل الفاكهة دي. بارك بيقول لها إنه اداله الفاكهة عشان عايز يتأكد من حاجة. في نفس الوقت بيكون جين بياكل الفاكهة في البيت، وأول ما بياكلها بيجيب دم من بقه وبيقع من طول. تاني يوم بيكون ميعاد المباراة بين هاندي وواحد اسمه بيك. بيك بيقول لهاندي واضح من ايدك كده انك لاعب كاراتيه. هاندي بيقول له ايوه دي ايدي اللي هسقف بيها على وشك دلوقتي. وبيبتدي القتال، وبيك ما بيديش فرصة لهاندي وبينزل فيه دعك في كل حتة. هاندي ما بقاش عارف يعمل حاجة غير ان هو يفادي الضربات، وبيجري بيك على هاندي عشان يضربه لكنه بيتزحلق ويقع على الارض، وبيتفاجئ ان هاندي بيمدله ايده عشان يساعده. الله على اخلاقك يا ابو صلاح. بيك بيقول له انت كفاءة ورجولة يلا نكمل دعك. وبيكملوا فعلا، وبينجح بيك انه يسيب هاندي في كل حتة في جسمه. هاندي خلاص هيخسر، بس بيفتكر انه دخل المسابقة علشان يعالج صاحبه وينقذه، فبيجمع كل قوته ويبتدي انه يهاجم بيك من كل ناحية وبكل قوة وسرعة، وبيك مش عارف يعمل اي حاجة لحد ما وقع على الارض وفقد الوعي وخسر. بعد القتال ده بيكون ميعاد قتال جين وصاحب بارك، وفي الوقت ده جين بيكون لسه مغمى عليه في البيت، وصاحب بارك واقف في الحلبة مستني جين، وفضلوا مستنيين والجماهير زهقت، وبارك قاعد مستني لحد ما بيندهوا على وصول جين. بارك ابتسم واتأكد من اللي كان عاوز يعرفه. الحكم بيقول لجين وصاحب بارك اللي هيقدر يوقع فيكم التاني على الأرض هو اللي هيكسب. وابتدت المباراة، وجين راح بكل هدوء على صاحب بارك وقام زقه ووقعه على الأرض. بس كده؟ امال انت فاكر ايه؟ وبيعلنوا ان جين هو اللي كسب. بس طبعا صاحب بارك ما عجبوش الكلام ده، واستدعى روح شريرة وبدأ يهاجم جين لحد ما مسكه وكان هيموته. بس بارك والمساعدين اتدخلوا وساعدوا جين اللي كان مغمى عليه، وبارك قال له انا كده اتأكدت انك حفيد النمر، ما تقلقش انا هاخد بالي منك. وبكده يكون جين وميرا وهاندي وصلوا لنص النهائي، وميرا هتواجه هاندي وجين هيواجه لاعب تاني. وبيطلع التلاتة يتمشوا مع بعض، وأثناء ما هما ماشيين بيجي واحد لميرا في نص الشارع ويطلب منها الجواز، بس ميرا بتسيبه وتمشي، بس هو مصمم، فبيروح لها المكان اللي بتتدرب فيه وبيطلب منها إنها توافق، بس ميرا بترفض تاني وتقول له أنا لسه صغيرة. بس الراجل ده بيقول لها إنه هيساعدها إنها ترجع المجد لعيلتها تاني، وقال لها أنا الوحيد اللي هقدر أساعدك في ده. ميرا اقتنعت بكلامه ووافقت. وبنروح لجين اللي بيكون بيجيب أكل وبيسمع شلة بنات وهم بيتكلموا عن ميرا وجوزها المشهور، فبيستغرب وبيقرر إنه يروح لها ويسألها ويقول لها هو أنت وافقتي على الجواز ليه؟ أنت مش قلتي إنك عندك حلم وعاوزة تحققيه؟ ميرا قالت له هو قال هيساعدني أحقق حلمي. جين بيتعصب عليها ويقول لها بعد كل اللي وصلتي له ده هتخلي واحد تاني يحقق لك حلمك؟ ميرا بتقول له الست ملهاش غير بيتها وجوزها وبتنطره من قدامها. جين بيتصل بهاندي ويحكي له اللي حصل، وبيقول له انا مش مرتاح للواد الكواكي ده. هاندي بيقول له انت مالك، ما تسيبها يمكن مبسوطه. جين بيقول له لا انا مش هسكت. تاني يوم بيكون خلاص ميرا لبست الفستان وبتجهز نفسها للفرح، وبتنزل للعريس وبتقول له اوعى تنسى وعدك ليا. قال لها ما تقلقيش كله في الكليتش. اختها الصغيره بتسمع الكلام ده وبتفهم ان ميرا ضحت بحياتها وسعادتها علشان عيلتها، وبتقعد تعيط. وبيجي جين جنبها ويقول لها انا كمان مش مرتاح للجوازه دي، ما تيجي نجيب عليها وطيره؟ بتقول له يلا. بيروحوا على باب القاعه بس الحراس مش بيرضوا يدخلوه وبيجيبوه من قفاه على الارض. بس فجاه بيظهر الصديق وقت الضيق هاندي، وبيلعب بالحراس بولينج وبيرقدهم كلهم. في نفس الوقت بتكون ميرا خلاص داخله على عريسها، واللي بنعرف انه مش بيحبها وطمعان في قوتها اللي هي متعرفش عنها حاجه اصلا. في الوقت ده جين وهاندي بيشمروا دراعاتهم وبيدخلوا على العريس اللي بيجيب السيف بتاعه وبيطير عليهم، بس هاندي بيثبته ويقول لجين روح انت لميرا وكلمها. وفعلا بيروح هو واختها وعمها وبيتكلموا معاه،
لحد ما الدمعة بتفر من عينيها ومن عينيا، وبتقتنع بكلامه، وبتروح للعريس بتعتذرله إنها مش هتكمل الجوازة دي. العريس بيقعد يضحك وبيهجم عليهم هما التلاتة، وميرا بتاخد الضربة بجد بس ما بتطولش، وبتقوم تديله كف وبتطيره، وتقعد تغني الجوازة باظت وهي فرحانة. بس بعدها العريس بيسرق السيف بتاعها وبيهرب، بس ميرا ولا بيهمها، وبتقول لهم كل واحد عنده قوة روحية، لما بيكون عنده إرادة بيطلعها. وبس كده تكون خلصت حكايتنا النهاردة. استنوا الكمالة في الحلقات اللي جاية، وتتي خلص إني الله، يعني احنا كده خلصنا. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام.